السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم زوار ومتابعي قناتي على اليوتيوب، قناة محمد حليمي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي إن شاء الله سوف أتطرق معكم إلى طريقة لإضافة آلاف الأصدقاء إلى حسابك على الفيسبوك بدون أي حظر أو أي مشاكل. وسوف أشرح لكم أيضا مميزات رائعة من خلال كود سحري بكل معنى الكلمة. هذا هو الكود الذي سوف أشرح لكم. من خلال هذا الكود يمكنكم القيام بالعديد من المزايا التي سوف أشرحها بالتفصيل إن شاء الله. قبل ما أبدأ في الشرح أدعوك للاشتراك على قناتي على اليوتيوب، قناة محمد حليمي، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، زر أحمر تجده أسفل الفيديو. قم بالضغط عليه لتقوم بالانضمام إلى قناتي لتصلك أحدث الشروحات والفيديوهات المتعلقة بالتقنية، بالربح من الإنترنت، بالتصميم إلى غير ذلك. المهم بدون مقدمة طويلة ندخل مباشرة في الموضوع. هذا هو الكود كما ذكرت لكم سابقا. كيف سوف نستخدم هذا الكود وكيف نشتغل عليه؟ كل ما عليك فعله فتح حسابك على الفيسبوك. سوف أبدأ بالطريقة الأولى التي هي كيفية إرسال آلاف الطلبات الصداقة بدون أي مشاكل أو أي حظر من الفيسبوك. كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى القائمة التي يوجد بها الأصدقاء، أو القائمة الخاصة بإضافة الأصدقاء. فكما تشاهدون معي هذه قائمة طويلة، يمكنني إضافة هذه الأصدقاء، ولكن كما تعلمون الفيسبوك إنما تريد إرسال طلبات صداقة كثيرة جدا يقوم بحظر حسابك، وبالتالي يمكنك من خلال هذا الكود إرسال جميع هذه الطلبات بضغطة زر واحدة. نعم، كل ما عليك فعله هو التوجه إلى هذا الكود، ثم سوف تجد هنا في هذا المكان علامة استفهام. سوف نقوم باستبدال هذه علامة الاستفهام، نقوم بحذفها على هذا الشكل. نتوجه هنا، نقوم بوضع الفأرة الخاصة بالحاسوب فوق زر إضافة صديق أو add friend كما تشاهدون معي. ننقر على الزر الأيمن للفأرة، ثم نقوم باختيار هذا الخيار هنا كما تشاهدون معي. سوف يظهر لنا هنا الكود HTML الخاص بهذا الزر. كل ما علينا فعله هو الضغط على الزر الأيمن للفأرة كما تشاهدون معي. نقوم بالتعديل على هذا الكود على هذا الشكل، ثم نقوم بنسخ هذا الكود بأكمله من هنا إلى هنا كما تشاهدون معي على هذا الشكل. نقوم بنسخه، ثم بعد ذلك نقوم بإلصاقه في هذا المكان هنا. نتأكد أنه نقوم بلصقه في المكان المناسب على هذا الشكل. بعد ذلك نقوم بنسخ الكود بأكمله على هذا الشكل، ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى كونسول، سوف تجدها هنا، أو الضغط على F12 في لوحة المفاتيح. نقوم بعد ذلك بلصق ذلك الكود هنا، وذلك بالضغط على زر كنترول V في لوحة المفاتيح على هذا الشكل، وننقر على Entrée. لن أقوم بالضغط على هذا الكود، لأنني سوف أقوم بإرسال العديد من طلبات الصداقة. لا أريد إرسال هذه الطلبات الصداقة، أنا فقط أريد سأريكم الطريقة إذا كنت تريد إضافة تلك الأصدقاء التي الموجودة في هذه القائمة. إذا كنت تريد إضافة أصدقاء متفاعلين معك، فكل ما عليك فعله هو مثلا التوجه إلى صديق من قائمة الأصدقاء الموجودة في حسابك. الصديق تجد أن لديه حساب به تفاعل كبير، أو مجموعة على الفيسبوك بها تفاعل كبير. ومثلا سوف أقوم بإعطائكم مثال لذلك. مثلا سأتوجه إلى هذه المجموعة، مجموعة جيكس فاميلي، مجموعة المهووسين. تحية لمجموعة جيكس فاميلي من هذا المنظر. هذا فقط مثال للتجربة، ليس مهم الدخول إلى هذه المجموعة، أو يمكنك تطبيق هذا الشرح إلى أي مجموعة تريد. فمثلا على سبيل المثال نأخذ أي منشور، مثلا هذا المنشور الخاص بهذا العضو. نقوم مثلا بإضافة جميع الأشخاص الذين قاموا بالضغط على زر لايك لهذا المنشور. مثلا ننتظر قليلا. كما تشاهدون معي هناك بعض أصدقاء من قائمتي قاموا بالضغط على زر لايك، ولكن هناك بعض الأشخاص لم أقوم بإضافتهم.
فسوف أقوم يعني بتجربة هذا الكود على هذه القائمة هنا فقط لكي أعطيكم يعني مثال لذلك. نقوم بنسخه على هذا الشكل، أو نقوم بالتأكد أن هذا الزر هنا، نقوم يعني بنفس العملية التي قمنا بها سابقا. نقوم يعني بنسخ هذا الكود، نقوم بلصقه في هذا المكان هنا على هذا الشكل. أعتقد أنه تقريبا نفس الكود، ولكن فقط لتكون الأمور واضحة. نقوم بنسخ الكود أكمله، نقوم بنسخه ثم نقوم بلصقه في الكونسول هنا، وننقر على أونتري في لوحة المفاتيح. كما تشاهدون معي يعني قمت بإرسال طلبات صداقة إلى جميع الأشخاص الذين قاموا بالإعجاب بهذا المنشور. رغم أن هذه الرسالة تظهر ليست مشكلة، كما تشاهدون معي يعني قمت بإرسال طلبات صداقة إلى جميع الأشخاص الذين قاموا بالإعجاب بهذا المنشور. من خلال هذا الكود يمكنك أيضا يعني قبول جميع طلبات الصداقة المرسلة لك. فهناك يعني بعض الأشخاص يعانون من هذا المشكل، تأتيهم يعني طلبات صداقة كثيرة جدا، ولا يعني يملون يعني من الضغط على زر تأكيد إلى غير ذلك. فيمكنك أيضا من خلال هذا الكود تأكيد جميع طلبات صداقة. فعلى سبيل المثال لدي يعني العديد من طلبات الصداقة كما تشاهدون معي، يمكنني يعني تأكيد جميع هذه الطلبات فقط بنفس الكود بنفس الطريقة. فكل ما علي فعله هو الضغط على زر كونفيرم هنا، زر أيمن للفأرة. نقوم بالضغط على انسبكتي كما ذكرت يعني سابقا. نقوم بالضغط على هذا الكود، نقوم يعني بنسخه على هذا الشكل. نقوم بالرجوع إلى الكود أو السكريبت الخاص بنا، نقوم بلصق ذلك الكود هنا على هذا الشكل. ثم بعد ذلك يعني نقوم بنسخ الكود أو السكريبت بأكمله. نقوم بالضغط على كوبي، ثم بعد ذلك نقوم بالذهاب إلى الكونسول هنا، نقوم بلصقه في هذه الخانة هنا، ثم ننقر على أونتري. كما تشاهدون معي سوف لم أقم بهذه العملية، فقط يمكنك تجربتها وسوف تشتغل لديك 100%. قم بتجربتها أيضا فيما يخص يعني طلبات الصداقة المعلقة. أيضا يعني يمكنك يعني استعمال الكود في أشياء أخرى. للإشارة أنا لست مسؤول عن من يقوم باستغلال هذا الكود في أشياء لا ترضي الله، فأنا لست مسؤولا عن هذا الشيء. يعني هذا الكود لديه يعني كما قلت لكم مزايا كبيرة جدا. فمثلا تقوم بالذهاب إلى قائمة خاصة بالصفحات على الفيسبوك، تقوم بنفس الطريقة، تقوم بأخذ الكود الخاص بزر لايك. إذا كانت يعني قائمة بها جميع الصفحات تقوم بنفس العملية، وننقر يعني نفس الطريقة التي قمت بها سابقا. سوف تلاحظ أن قمت بإعجاب بالعديد من الصفحات دفعة واحدة. أيضا يمكنك يعني إزالة يعني الاشتراكات التي قمت بها. مثلا إذا كنت تريد يعني إزالة الأشخاص الذين قمت بمتابعتهم، يعني يمكنك إزالة جميع المتابعات. فعلى سبيل المثال هذه قائمة لأشخاص قمت أنا بمتابعتهم. كما تشاهدون معي يعني هذه قائمة بالعديد من الأشخاص الذين قمت بمتابعتهم عن طريق الفيسبوك. يمكنني يعني إلغاء جميع هذه الاشتراكات بضغطة زر واحدة. كل ما علي فعله هو الضغط على هذه الأيقونة هنا على هذا الشكل. نقوم بنفس العملية، نقوم بنسخ هذا الكود هنا، نقوم بلصقه على هذا الشكل، ونقوم يعني بنسخ الكود أكملي على هذا الشكل. ثم نقوم بنفس العملية، ننقر على كونسول ثم ننقر على أونتري. لا داعي للقيام بهذه العملية لأنني لم أريد يعني إلغاء الاشتراك بهذه الحسابات. إذا كنت تريد يعني إلغاء جميع الاشتراكات، يمكنك أيضا تطبيق هذه الطريقة فيما يخص يعني الصفحات التي قمت بالإعجاب بها. يمكنك يعني إلغاء الاشتراك بجميع الصفحات التي قمت بالإعجاب بها. سوف نقوم بإعطائكم مثال لذلك. مثلا هذه هي جميع الصفحات التي أشترك بها.
يعني يمكنك يعني تطبيق هذا الشرح أيضا على الصفحات التي قمت بالإعجاب بها بنفس الطريقة التي ذكرت سابقا. يعني إذا كنت يعني ذكي يمكنك استغلال هذا الكود في أشياء كثيرة جدا من غير يعني الفيسبوك، يمكنك اختيارها في العديد من المزايا. إذا هذا هو كل شيء فيما يخص يعني درس اليوم. أتمنى إن شاء الله أن تكون قد استفدت من هذا الدرس. لا تنسى أن تقوم يعني بنشر الدرس مع أصدقائك وزملائك لتعم الفائدة. لا تنسى أيضا الإعجاب بهذا الفيديو، وذلك بالضغط على زر لايك على هذا الفيديو، فهذا تحفيز لنا لكي نقوم يعني بطرح دروس كثيرة ومجددة. لا تنسى أيضا وضع تعليق إذا كان لديك استفسار أو أي مشكل. يمكنك أيضا التواصل معي على حسابي الخاص، هذا هو حسابي الخاص، ستجد رابط الحساب أسفل الفيديو. أيضا يمكنك التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك محترفي المعلومات، سوف تجد يعني رابط الصفحة في أسفل الفيديو. هذا هو كل شيء فيما يخص يعني درس اليوم. أتمنى إن شاء الله أن ينال إعجابكم. لا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة كما ذكرت في الأول، لا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد. دمتم في أمان الله، ونلتقي في درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.